أزمة جديدة من أزمات شيرين عبد الوهاب التي لا تنتهي. شيرين عبد الوهاب امبارح كان عندها حفل في موازين في المغرب، والناس جاية ودافعين فلوس عشان يحضروا لشيرين. تقريبا سعر التذكرة كان أكثر من 6000 جنيه مصري. المهم انه الناس دخلت وابتدت شيرين تغني والناس مبسوطة، لكن الناس لاحظت انه شيرين مش جالسة بتغني، فقط تحرك شفايفها مع الأغنية. الناس صارت تهتف في الحفل: نبي صوتك صوتك صوتك، بما معناه طفي البلاي باك وغني، نبي نسمعك. لكن شيرين طنشت الموضوع بتاتا وسوت نفسها كأنها ما تسمع. وشفت بعض التعليقات يقولون انه هي بعدين صارت ترمي كلام. انا ما شفت الصراحة فيديوهات، فما يمديني احكم هل هي رمت كلام فعلا او لا. اللي شفت انه هي كانت مطنشة. المهم انه الجمهور ابتدى يطلعون من الحفل واحد تلو الاخر، وكانوا معصبين. حتى الصحافة المغربية صورت مع الناس وحكوا لهم احنا دافعين فلوس عشان نسمعها هي بتغني، ما نبي نسمع بلاي باك. واحد فينا عنده تليفون وفي تليفونه في يوتيوب يمدينا نفتح اي اغنية ونسمعها، ليش حندفع فلوس وليش حنجي؟ وفي ناس جايين من مدن لمدن عشان يسمعوها، لانه الحفل يقام في كازابلانكا اعتقد او الرباط، شيء من الاثنين. فصراحة كسرت خاطري شيرين. أنا من محبي شيرين. شيرين يبالها أحد يوقف معاها، لأنه خلاص كافي انهيار، لازم تسترجع قوتها وتفيق من الشيء اللي هي عايشة فيه، لأنها لو استمرت على هذا الحال النهاية ما حتكون حلوة أبدا.